النهارده طالع من السوبر ماركت جايب كرتونه بيض. قابلت حد معرفه، انا شايل الكرتونه كده، قال لي ايسر ايه اللي انت جايبه ده؟ فانا بشاور له اللي هو يعني بيض، يعني فاهم. قال لي ايوه انا عارف ان انت جايب بيض ليه. فقام حاسني اني شاري مخدرات مثلا. قلت له ايه اللي ليه يا ابني، انا عايش عليه حرفيا، ارخص بروتين. قال لي لا لا لا، ما ينفعش اللي انت عامله ده بايظ. فبعدين انا دايما ببص على الاكسبايري ديت اللي هو تاريخ الصلاحيه. فقلت له يا ابني مش انت قصدك على ده؟ قال لي لا لا لا، مش قصدي على البيض ده عامه، قصدي على البيض عامة اللي في السوق كله بايظ، لان هو بيتحقن ووحش، والفراخ وما تجيبش فراخ يا ايسر، ولازم تغير اللايف ستايل بتاع حياتك. ماشي، وانا ماشي على نظام الطيبات. للي ما كانش عارف زيي، في دكتور اسمه دكتور ضياء العوضي كان طالع من فترة على السوشيال ميديا، قال يا جماعه في نظام انا عملته اسمه نظام الطيبات، وهو عباره عن ان انت تاكل حاجات معينه وما تاكلش حاجات معينه. الحاجات اللي هي ممنوع ان انت تاكلها منتجات الالبان والبيض والسمك والحاجات دي كلها، تمام. فصاحبي ده اللي واقف معايا فهمني الكلام ده كله، قال لي لا لا خلاص بقى، ممنوع السمك، ممنوع البيض والحاجات دي كلها، علشان الاكل ده مش صحي وهكذا. وانا كايسر مش جاي اقول لك تعمل او ما تعملش ايه في نظام حياتك، بس قبل ما تيجي تقول لي امنع مثلا اكل معين زي البيض والسمك، دول المثالين اللي احنا اتكلمنا فيهم النهارده انا وصاحبي، انت ما يحقلكش ان انت تقول لي كده وانت بتشرب سجاير. ما ينفعش تقول لي كده وانت بتصطبح كل يوم مع اصحابك تحت البيت. وانا هنا مش بنظر على اي حد والله، ولا بحكم على اي حد، جسمك وانت حر فيه، انا بس بدي امثله. بس تاني، انا ازاي هقبل نصيحتك وانت ما بشوفكش بتعتب عتبه الجيم، ما بشوفكش واقف تحت حتى الجيم، مش بتدخل واقف تحت، وفي الاخر تقول اصل المفروض نمنع حاجات معينه وتاكل حاجات معينه. وانا عايز ادي مثال هنا واصبر بس معايا، تمام. في القرن ال19 الناس في اوروبا كانت بتولد، معلش اصبر، كانت بتولد بطريقتين. طريقه في الورد اللي هي كانت شبه المستشفى اللي كان بيكون فيها دكاتره وناس بتدرس طب، والطريقه الثانيه بتاعه الهاوس وايفز اللي هي يعني اللي هو زي بتاعه جدي وجدتك، اللي هو يا ام نعيمه هاتي الميه السخنه. بس في اوروبا طبعا مفيش نعيمه، في اليزابيث، تمام. فهي اليزابيث كانت بتجيب الميه السخنه بتولدهم في البيت. تخيل بقى معايا نسبه الستات اللي كانوا بيموتوا بعد الولاده اعلى في انهي حاجه من الحاجتين؟ الناس اللي كانت بتولد في مستشفى حرفيا، ولا الناس اللي كانت بتولد في البيت؟ اديك ثانيه تفكر. حلو، النسبه الاعلى 10 ل 20% من الستات اللي كانوا بيموتوا بعد الولاده كانوا بيموتوا في المستشفيات اللي مولدينهم دكاتره وناس بتدرس طب. والناس وقتها كانوا مستغربين قوي، اللي هو ازاي يا جدعان حد بيولد في مستشفى النسبة بتاعته ان هو يموت بعد ما يولد عالية عن اي حد تاني بيولد في البيت مثلا؟ لحد ما جاء دكتور مجري، كان دكتور في مستشفى في فيينا في النمسا اسمه إيجناتس زيمفايس. قال لهم جماعة المشكلة سهلة قوي وبسيطة، انت يا دكتور بتروح من عملية لعملية 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 من غير ما تغسل ايدك، فالبكتيريا والدم اللي في ايدك لما حد يموت تحتيك او لما تمسك جثة بتروح ما بتغسلش ايدك وبتروح رايح مولد واحده ست يجي لها حمى وتموت. طبعا وقتها الناس والدكاتره ما كانوش متخيلين اللي هو ايه يا اجناتس ده، اللي هو ايه الحل البسيط السهل ده، اغسل ايدي بكلوراين وبعد كده الامور هتظبط، وبعد كده الدث او اسمه ايه يعني معدل الوفاه هيقل. كانوا بيقلشوا عليه، انتوا ازاي الحل بسيط؟ اكيد في حل معقد احنا مش عارفينه، اكيد الحل مش بسيط كده، اكيد وش الحل معقد. لحد ما في ناس ودكاتره بداوا يعملوا زي ما دكتور زيمنفايس كان بيقول لهم، وفعلا اكتشفوا الفرق. ايه اللي حصل لما الدكاتره جربوا اللي قاله دكتور زيمنفايس؟ معدل الوفاه بدل ما بقى من 20 ل 18% نزل ل 1%. كل ده بسبب حل بسيط وسهل اي حد كان ممكن يفكر فيه، بس الناس كلها كانت معقده الموضوع، مستنيين حاجه كبيره. تاني مثال، ومعلش اصبر معايا، معلش هروح والله للبوينت اللي انا عايز اقول لك عليها كمان ثانيتين. خلينا في اوروبا برضو زي ما احنا. 1854 كان في دكتور اسمه جون سنو، مش بتاع جيم اوف ثرونز، تمام. الدكتور ده في الوقت ده 1854 كانت الكوليرا حرفيا ماليه لندن في بريطانيا، والناس كانت معتقده ايه، الناس دول اللي هو منهم دكاتره برضو، ان بسبب المخلفات اللي هو النفايات والزباله، الحاجات دي كانت بتبقى في الشارع بكميات، وكان بيبقى فيه المجاري دي، كانت حاجه طبيعيه في القرن 18 والقرن 19. فالناس كانت معتقده ان الحاجات دي، النفايات والحاجات دي لما بيطلع لها ريحه هي دي اللي بتجيب الكوليرا. فكانت الناس معتقده ان الكوليرا دي جايه من الجو او جايه من الحاجات اللي ريحتها وحشه. اول ما الحاجه تبقى ريحتها وحشه، اول ما المجاري اللي في الشارع اوريدي في الشارع دي تبقى ريحتها وحشه،
جايبه كوليرا، لحد ما دكتور جون سنو ده بدا يقول يا جماعه طب فين الوفيات او فين الناس اللي بتموت في انهي مكان بالظبط. بدا يعمل يماب كده او يشوف الناس الاكتر اللي بتموت فين. لقى اكتر وفيات او اكتر حوادث بتحصل في منطقه كده معينه في لندن، فيها بتاع زي تروبشت، مش تروبشا، زي بامب كده او زي مدفع ميه بيشربوا منه. فدكتور جون سنو عشان بيفكر وعلشان شايف ولاقي الدليل قدامه، قال لهم يا جماعه الكوليرا جايه من الميه دي، الميه دي ملوثه، الميه دي هي اللي بتجيب لكم الكوليرا. طبعا الناس يعني ايه الميه؟ لا من الريحه الوحشه، من المجاري اللي في الشارع. لا الكوليرا يعني ايه؟ الكوليرا جايه من الميه اللي احنا بنشربها كل يوم. لحد ما اقنع الناس في المكان ده ان هم يبطلوا يشربوا من الميه دي. وفي الاخر طبعا يعني قفلوا البامب بتاع الميه ده تماما، لحد ما بقت الوفيات او الحوادث اللي كانت بتحصل، الكوليرا اللي كانت منتشره في لندن، تقل فعلا، لحد ما اكتشفوا ان ده كان سبب رئيسي من الناس اللي بتشرب الميه دي اللي جايه من البامب ده اللي في الشارع، كانت بتسبب كوليرا وكانوا بيموتوا بسببها. الناس ما كانتش مصدقه دكتور جون سنو، لان هم كانوا ما كانوش متخيلين ان الحل بسيط كده. كانوا متخيلين ان الحل في عقده في الموضوع، الحل معقد، الحل مش بالسهوله ان احنا نبطل نشرب من الميه اللي جايه من البامب ده. لا اكيد الحل مش بالسهوله دي. طب انا ليه قلت الامثله دي؟ علشان اتعلم حاجه من التاريخ، وتاني حاجه لان احنا يا جماعه دايما كبشر، وانا والله العظيم نفس الحوار، ساعات بنجنور او ساعات مش بنلتفت للحاجه السهله او للحاجه اللي انا وانت عارفها. انا دلوقتي لو بدخن شره في التدخين تمام، وعارف ان انسب حاجه او اوقع حاجه او اسهل حاجه او الحاجه اللي انا لو خلصت منها او لو بطلتها صحتي هتكون احسن وهي التدخين، ماشي، بس لا ادور على حاجه تانية. طب انا اصل انا باكل بيض كتير، اصل انا باكل سمك كتير. طيب اللي في ايدك هو اللي انت عارفه ومتاكد منه، وانا وانت متاكد منه، والعلم والكون والكوكب لا اكيد الحل مش بالسهوله دي. حتى لو انا عارف من جوايا ان الحل بالسهوله دي، لا في حاجه معقده، في حاجه اكبر بكتير من ان دماغي تستوعبها. انا مثلا انا عندي حساسيه من اللاكتوز، ماشي، شايف الحاجات دي طالعه لي علشان بقالي اسبوع باكل زبادي. انت متخيل؟ انا عارف المشكله وعارف السبب وعارف الحل، والحل بسيط وسهل تمام. ايسر وقف زبادي، ما تاكلش حاجه فيها البان. لا ما بعملش كده، اقعد ادور بقى ايه الحاجه اللي انا ممكن احطها على الزبادي اللي فيه كده. واحد صاحبي قال لي على حاجه كده زي دروبس بيحطوها على اي حاجه فيها البان علشان ما تافكتش او ما تعملش تاثير. طب ايه ده؟ ليه طب ما توقف ده. لا ازاي؟ لا ما اوقفش ده، ما الحل مش بالسهوله دي، اروح للحاجه الصعبه. فانا اسف ما تجيش تنصحني، لا تعال انصحني عادي، حتى لو انسوليستد عادي، حتى لو انا ما طلبتهاش، انا بحب كده قوي. بس البوينت بتاعتي ما تجيش تنصحني وتقول لي ايسر وقف السمك، وقف السلطه. دكتور امينه شلبايه هتقتلنا كلنا. وقف السلطه علشان الرش ومش عارف ايه، وانت مثلا سهران طول الليل حرفيا بتطمن على الشمس، اول ما تطلع الشمس انام علشان بتلعب ببجي مع اصحابك. بس انا بقول لك انت بتعملها بكل ارادتك، وتيجي تقول لازم اوقف، انا ببقى سهران لحد الصبح اطمن على الشمس ان هي طلعت، لا بس لازم ابطل سمك يا جماعه عشان صحتي. وانا اقسم بالله وحياة امي ما بتكلم على دكتور ضياء العوضي خالص. دكتور دلوقتي او الشخص ده مع ربنا، وانا مش رخيص اني اتكلم على حد توفاه ربنا تمام. وانا هنا برضو مش علشان اديك نصيحه او علشان اقول لك تعمل ايه او ما تعملش ايه، حياتك وانت حر فيها، جسمك وانت حر فيه، زي ما حياتي وانا حر فيها، جسمي وانا حر فيه، حياتك انت حر فيها وجسمك انت حر فيه. بس ده يا حبيبي ده فين وده فين؟ استفتي قلبك وشوف العلم بيقول ايه، وامشي على الحاجه اللي جسمك مرتاح لها، امشي على الحاجه اللي انت كشخص مقتنع بيها. جرب يا عم، ما تجرب، بس ما تاخدش رايك ده وانت لسه ما جربتش او مش عارف ايه النتيجه او مش عارف ايه اللي ممكن يحصل، وتقعد وتنشن فيه قوي، وتقعد تقول رايك ده او تنشره او تحاول تخلي الناس مقتنعه بنفس الحاجه اللي انت اصلا مش عارف ايه النتيجه بتاعتها. اللي انا عايز اقوله ان احنا ساعات بنحاول نستخدم دماغنا في حاجات احنا اوريدي عارفين الجواب بتاعها. ساعات بحس كده، وانا برضو نفس الحوار ده، اللي هو ايه، انا عايز ابان لنفسي مش لاي حد اني ذكي، اني جزء مثلا من سيكريت كلاب معين، اني جزء من نادي سري، اللي هو ايه،
انا ماشي على حاجه مختلفه او انا عامل حاجه مختلفه أو هو احساس حلو. ما تجيش تقول لي ان انت عايز تدهن حيطان بيتك والبيت بيولع. ما ينفعش، ما تبقاش بتفيب وبتسموك وتيجي تقول لي اصل انا همنع مثلا السمك او انا همنع السلطه. الماث بتاعك، الرياضه، الحساب بتاعك آه، غلط، بايظ، بروكن. اي حاجه ما فيهاش بيس مستحيل تقف. اي حاجه ملهاش فاونديشن مستحيل تقف. دي حاجه احنا كلنا عارفينها، ودي حاجه بتهيألي انا وانت متفقين عليها، تمام. وانا مش قصدي اني اقول ما تبقاش حمار شبه الناس او ما تبقاش حمار زي الناس، اني بنظر عليك او اني بشتمك، او انا قصدي انت. انا قصدي ان احنا نفكر، ان انت تفكر. استخدم دماغك اللي ربنا اداهولك مجانا. دي من الحاجات اللي ربنا اداها لك مجانا، الحاجات اللي انت ممكن تستخدمها طول الوقت. احنا بنستخدم، انا ساعات بحس اني بستخدم دماغي وانا نايم، اقسم بالله بنستخدم دماغنا 24 ساعه. ما تجيش على الحاجات دي بقى وتقول لا اصل انا همشي ورا ترند طلع، ايا كان، ايا كان ترند طلع لان هيخليني مختلف. انت مختلف يا حبيبي والله من غير اي ترند.